أهلا بيكم جريد فور. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أول lesson من chapter 1 nature in our surrounding، اللي هو بيتكلم على الطبيعة اللي حوالينا. طبعا ده أول lesson في المنهج الياباني، والمنهج سهل جدا لأنه بيربطنا بالواقع. في الليسن ده هنبدأ نتكلم على أول جزئية، هنعرف يعني إيه living organism، يعني إيه كائن حي. إيه هو الكائنات الحية؟ الليفينج اورجانيزم بنقول هي اورجانيزم كان feed breathe and grow. يعني اي كائن حي له characteristics، خصائص بيعملها. لازم اول حاجة يعمل feeding. feed يعني تغذية، ان هو يتغذى. الحاجة التانية breathe يعني يتنفس. والحاجة التالتة grow يعني ينمو. ممكن اقول برضو reproduce يتكاثر. يبقى انا لو شفت كائن فيد بيتغذى بريس اند جرو، فانا بقول عليه كائن حي. زي ايه مثلا؟ زينا الهيومن، زي الجيرل اللي قدامكم دي في الصورة. اي انسان بيعمل feeding breathe and grow، يبقى ده بقول عليه living organism. الانيمالز، الكائنات الحية كمان. الانيمالز لايك فروج زي الضفادع، زي الدوج، زي البيرد، الجراس هوبر، الجراد. كل دي بقول عليها living organism. يبقى أنا لازم أبقى عارفة الليفينج organism اللي هي الأورجانيزم that can feed breathe and grow. وابقى عارفة زي ايه؟ زي الانيمالز عندنا like plant النباتات، سواء بقى تري زي الصورة، الكاكيتوس، عندنا الفلاور. يبقى دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها living organism او كائنات حية human plant and animal. طيب احنا عايزين نعرف بعد كده الليفينج اورجانيزم دي where do او where does they live، هي بتعيش فين؟ where does living organisms live، يعني الكائنات دي موجودة فين؟ احنا عرفنا يعني ايه كائن حي. الكائنات الحية زي ما قلنا living organism that can feed، بتعمل فيد، جرو، وبريس. اي كائن بيقدر يعمل الكاركترستكس دي بقول عليه living organism. like plant زي النباتات البلانت، like animals like human. يبقى دول كلهم بقول عليهم كائنات حية. عشان ايه؟ بيعملوا feeding grow breathe. طيب الثينج بقى اللي can't feed can't breathe and can't grow، دي بقول عليها non living thing، يعني اشياء غير حية. النون living thing زي الاير مثلا، زي الروك. انا لو شفت صخر، لا، ده بقول عليه non living thing لانه زي can't feed grow and breathe. like مثلا السويل، الديسك، كل ده بقول عليه non living thing. يبقى أنا دلوقتي أول جزئية عرفت يعني إيه living organism والnon living thing. طيب عايزين نعرف، زي ما قلت where does living organisms live، هي الكائنات الحية دي بتعيش فين؟ ايه البليس اللي الليفينج اورجانيزمز ليف؟ ده سؤال مهم جدا وبيجي في الامتحان. اسمه هابيتت، المكان المعيشة اللي الكائن بيعيش فيه بقول عليه هابيتت. والمكان ده مهم جدا يا ولاد. ليه مهم؟ لان الهابيتت ده هو اللي بيوفر للليفينج اورجانيزم الفود، بيوفر له الاكل. مهم جدا ان الليفينج اورجانيزم فايند فود ايزلي. بيوفر له الووتر، الميه، بيوفر له كمان الشيلتر، المأوى. فدي كلها بقول عليها بيزك نيد، احتياجات أساسية لأي كائن حي. ايه البيزك نيد؟ الفود، الووتر، الاير، الشيلتر، وهكذا. يبقى البليس وير ليفينج اورجانيزمز، المكان اللي الكائن بيعيش فيه، بنقول عليه هابيتت. وزي ما قلت ده سؤال امتحان.
طبعا الهابيتت مختلفة، يعني مستحيل ألاقي living organism live in same habitat. يعني مستحيل ألاقي كائن بيعيش في نفس البيئة. لا، ده أنا بلاحظ إن living organism different depend on their locations. يعني الكائنات الحية بتختلف حسب البليس أو حسب الهابيتت أو اللوكيشن بتاعها، لأن كل كائن له يا ولاد characteristics. عايزين كمان نعرف الهابيتت دي، مهم جدا أعرف إن كل بيئة لها different properties، لها خصائص مختلفة. يعني كل بيئة لها specific climate، لها soil، لها plant، لها animal. كل بيئة لها خصائص مختلفة. عشان كده عندي الليفينج اورجانيزم بتكون different، مختلفة. الكائنات الحية دي مختلفة حسب اللوكيشنز بتاعها او حسب البليس. طب تعالوا نتعرف كده على البليسز اللي الليفينج اورجانيزمز اللي موجودة فيها. اول كائن هنتعرف عليه اسمه الجراس هوبر. الجراس هوبر ده اللي هو الجراد، زي ما انتم شايفين في الصورة كده. الجراس هوبر live near grass. دايما الجراد بيعيش جنب الجراس او التريز، يعني بيعيش جنب شجرة او بيدور على عشب يعيش جنبه. ليه بقى؟ اكيد علشان يدور على الاكل، to find، زي ما قلت to find food. مش انا قلت دلوقتي ان الهابيتات بتوفر للليفينج اورجانيزم الفود والووتر والشلتر والمأوى؟ فاكيد هو بيعيش جنب شجرة علشان to find food او to hide from dangerous animal، عشان يبعد عن الحيوانات المفترسة أو الحيوانات الخطرة. طب السؤال يجي لي في الامتحان يقول لي ايه؟ هيقول لك مين اللي live near grass or trees. طبعا لازم تبقى عارف اسمه الجراس هوبر. طب ممكن يسألني يقول لي الجراس هوبر ليف نير، بيعيش جنب ايه؟ هتقول له الجراس او التريز. طب بيعيش جنبهم ليه؟ give reason. في سؤال جديد عندنا بيسألني يقول لي give reason او why. ليه الجراس هوبر live near grass or trees؟ هتقول له to find food، باختصار خالص عشان يدور على الأكل، أو to hide from dangerous animal، أو to hide from enemies. طيب عندنا المثال التاني البيل باجز، اللي هي الخنفسة. الخنفسة دي دايما الخنافس بتدور على ايه يا ولاد؟ شايفين الكلمة دي مهمة جدا. بتجد دامب بليسز، يعني بتدور على أماكن رطبة. دامب بليسز يعني مويست، ممكن أقول مويست بليسز أو أقول كول بليسز، أماكن رطبة. يعني ايه اماكن رطبه؟ يعني بتروح تدور تحت ستون، تروح تقعد كده تحت صخرة، أو في الروكس، في الشادو اوف روكس، في ظلال الصخور. دايما يا ولاد بتدور على الأماكن اللي هي الضمب أو الرطبة. ليه؟ يعني ما بتروحش تدور على دراي بليسز. لا. ليه؟ لأنها هتموت. لو قال لك مثلا وات هابن لو البيل باجز فاوند ان دراي بليسز، هتقولي زي ويل داي، زي نوت ادابت، مش هتتكيف، هتموت. هي دايما بتروح تدور على الاماكن الرطبه، اندر تري، اندر ستون، تحت صخرة، او في الشادو بتاع الروكس. واي؟ وده سؤال تاني، جيف ريزن. لازم ابقى عارف ليه البيل باجز بتدور على الدمب بليسز. لان الدمب بليسز يا ولاد كول بليسز، اماكن كول رطبة، away from sun، عشان تبعد عن الشمس. لان هي لو اتعرضت exposed to sun، تعرضت للشمس زي ما قلت زي will die and not adapt. تمام. يبقى انا خدت مثالين مهمين جدا، وهنا اسئله مهمه. انا بتكلم على الهابيتت، على البليسز اللي الليفينج اورجانيزمز ليف. وزي ما قلت الكائنات بتختلف حسب different according to places او according to location، حسب المكان اللي هي بتعيش فيه. اول مثال عندنا الجراد، الجراس هوبر. ابقى عارف بيعيش نير ايه اور ايه عشان لو جالي كومبليت. الجراس هوبر بيعيش جنب التري او الجراس. وابقى عارف ليه، واي. قلنا علشان يدور to find food، يدور على الاكل، او to hide from animals. طيب الحاجة التانية البيل باجز. البيل باجز او الخنفسة بتدور على dumb places، يعني اماكن رطبة،
under stone او في الروكس. ليه؟ لان because they are cool places away from sun. عندنا كمان المثال الثالث الليزرد. شايفين السحلية؟ السحلية طبعا بتروح تدور يا ولاد على sunny rocks، يعني بتبقى موجودة على الصخور المشمسة في الصحراء. ده هو مش قايل لي ليه، بس انا هفهمها لك. هي موجودة على الصخور دي ليه؟ اول حاجة علشان to keep body warm، عشان تدفي جسمها. تروح تدور على صخر كده مشمس عشان تدفي جسمها، لان بعد كده يا ولاد هنعرف ان السحلية دي بتبقى من ذوات الدم البارد cold blood، فما بتقدرش تحافظ على درجة حرارتها، فبتروح كده تدور على صخرة متعرضة للشمس عشان تدفي جسمها to keep body warm. والحاجة التانية hide among rocks، عشان تستخبى بين الصخور من الأعداء. مهم جدا يا ولاد أي animals في البيئة بتاعته يدور على 3 حاجات أساسية. بيدور دايما على الفود، على الأكل، وكمان بيبعد hide from enemies، يستخبى من الأعداء. مهم جدا ان هو يستخبى. والحاجة كمان بيدور على الووتر او المية، لان انا زي ما قلت الهابيتت بتوفر ال3 حاجات دول. فيقول لك ليه الجراس هوبر بتعيش جنب شجرة؟ اكيد عشان تدور على الاكل to find food، او to hide from animals، او تستخبى من الحيوانات المفترسة. طب البيل باجز بتعيش ليه دامب بليسز؟ احنا خدنا النهارده اهو سؤالين جفريزن بيجوا في الامتحان. البيل باجز بتدور على مكان رطب علشان المكان ده cool places away from sun، عشان المكان ده يكون رطب، تبعد بعيد عن الشمس عشان ما تموتش. طيب الليزرد بتعيش فين؟ في الساني روكس. وزي ما قلت اسئله برضو كومبليت، هيجي يقول لك مين اللي found in damp places، مين اللي بيعيش في المكان الرطب؟ لازم تعرف دي اسمها البيل باكس. مين اللي found in sunny rocks؟ هتقول له الليزرد السحليه. مين اللي موجود جنب جراس او تريز؟ هتقول له الجراس هوبر. تمام يا ولاد. عايزه اقول كمان اي حيوان يا ولاد سواء في الهوت ديزرت او الدراي الكولد ديزرت، اي حيوان في الصحراء زي الفينيك فوكس ده بيروح يدور يا ولاد على الشادو اوف روكس، بيعيش في الظل زي ما انتم شايفين عشان يبعد عن الشمس، عشان ما يموتش. دايما الانيمالز اللي live in desert بتروح تعيش في الشادو اوف روكس، او تحت. شوفوا الحيوان ده under the ground او تحت الارض، او تعيش في بيروز في جحور تحت الارض. ليه يا ولاد؟ علشان to keep body cool، او علشان to prevent او to protect away from sun، عشان تبعد عن الشمس. تمام، يبقى احنا عرفنا الليفينج اورجانيزم، وعرفنا الهابيتت، المكان المعيشة اللي الكائن بيعيش فيه اسمه هابيتت، ده سؤال بيجي في الامتحان. عرفنا مين الكائنات دي وبتعيش فين، جراس هوبر. وعرفنا بتعيش جنب الشجرات near trees علشان to find food أو to protect أو to hide from enemies. طيب بعد كده هنتكلم يا ولاد ازاي اعمل observation، ملاحظة. انا دلوقتي قاعد في الطبيعة في النيتشر، وبدور على الليفينج اورجانيزم مثلا في جاردن في حديقة، وبدور على الكائنات الحية. يا ترى الكائنات الحية دي كلها سيم، شبه بعض، كلهم similar؟ no. لا، انا قايله دلوقتي ان الليفينج اورجانيزم different حسب اللوكيشن، حسب الهابيتت. كل كائن بيعيش في بيئه وبيتكيف في بيئه. طيب جميل. طيب الليفينج اورجانيزمز دي كمان مختلفة يا ولاد في 3 حاجات. مختلفة في الشيب، في الشكل. يعني في كائنات هتلاقيها شكلها مثلا بيجر، كبيرة. في كائنات سمولر، اوفال، شكلها بيضاوية، راوندد، مدورة، وهكذا. وهنتكلم بالتفصيل في الجزئية دي. حسب الكالر، في كائنات كالرفول زي الباترفلاي مثلا، الفراشة بتبقى ملونة. في كائنات كالرلس، ما عندهاش لون. بتختلف كمان في السايز اللي هو الحجم، حجمها. يعني هل هي بيجر، هل هي سمولر، حجمها كبير، حجمها صغير، وهكذا. يبقى انا عندي الليفينج اورجانيزم ديفرنت، مختلفة في 3 حاجات، وانا واقفة كده بعمل اوبزرفيشن علشان بعد كده هنعمل ريكورد يا ولاد. هنعمل سجل، ريكورد كارد، سجل. فهيقول لك انت بتلاحظ ايه في السجل ده. فانت مهم جدا وانت واقف تتفرج على فلاور، على تري، على شجرة، على مثلا بيل باج. مهم جدا تكتب في الريكورد بتاعك ال3 حاجات دول: الشيب والكالر والسايز.
الشكل، هل هي شكلها ايه؟ اوفال، راوندد، الكالر لونها ايه، السايز، الحجم. لان كل ليفينج اورجانيزم بيختلف في الثلاث حاجات دي. طب وانا بعمل يا مس اوبزرفيشن، هو ايه التولز اللي ممكن استخدمها؟ يعني انا لو عايزه اكبر الحاجه، الشيء اللي قدامي، عايزه اشوف التايني سينج، في اشياء صغيره جدا كانت سين انا ما بشوفهاش وذ نيكد اي. طب انا عايزه اكبرها، استخدم ايه يا اولاد؟ هستخدم حاجه اسمها ماجنيفاينج جلاس، اللي هي العدسه المكبره. هنا سؤال يا اولاد مهم جدا، يجي يقول لك مين التول اللي used to see tiny thing that can't be seen؟ الأداة اللي بستخدمها عشان أشوف الحاجات الصغيرة اسمها إيه؟ ماجنيفاينج جلاس. بس خلي بالك العدسة دي ما ينفعش تقربها close to sun، ما ينفعش أقربها ناحية الشمس. ليه يا مس؟ لأن العدسة دي يا ولاد هي بتعمل كولكت للصن راي، بتركز أشعة الشمس. يعني انت لو قربتها للشمس بتجمع الأشعة دي، فانت بتبص من العدسة، فممكن دامج اي، تحرق عينيك، ممكن تضر عينيك. فما ينفعش. يقول لك، وهنا سؤال بيجي في الامتحان true or false: الماجنيفاينج لينس we bought magnifying lens او magnifying glass close to the sun. فولس، غلط. ينفع اقربها للشمس؟ لا. طب give reason why. give reason يعني ليه ما ينفعش اقربها للشمس؟ هتقول لي to prevent damage eye، علشان نمنع عشان ما تأذيش العين بتاعتنا او هارت اي. تمام يا ولاد؟ يبقى الحاجة دي مهمة جدا وانا بعمل observation الماجنيفاينج جلاس. بس خلي بالنا، انا عايزة اوضح الجزئية دي. الماجنيفاينج جلاس دي يا ولاد احنا قلنا، بصوا معايا كده، الماجنيفاينج جلاس اللي هي العدسة المكبرة دي وظيفتها بنشوف التايني سينج، الفيري سمول سينج، الحاجات الصغيرة. لو قالك مين الجلاس اللي بنقدر نشوف التايني سينج، اسمها ماجنيفاينج جلاس. عشان هنا سؤال مهم، وقلت ما ينفعش close to sun، ما ينفعش اقربها للشمس علشان to prevent damage eye، عشان ما تأذيش عينيا. تمام كده؟ طيب الماجنيفاينج جلاس دي يا ولاد، انا بقى لو بعمل observation، بعمل ملاحظة. جميل. طيب انا اي شيء انا بس مثلا عايزه الاحظ ورده مثلا فلاور. طيب انا لو الورده دي موف، بتتحرك، يعني انا ماسكها في ايدي اوريدي، يعني انا الجسم ده موف، بيتحرك. يعني ايه بيتحرك؟ يعني انا ماسكه في ايدي، في الهاند بتاعتي. هتعامل معاه ازاي وانا ماسكه الجلاس؟ هثبت الجلاس، هولد جلاس، هثبت الجلاس كلوز تو اي، يعني همسك كده العدسه وهقربها لعيني. تمام كده؟ وهبدا احرك، انا ماسكه الفلاور زي ما قلت في ايدي، فهبدا احركها باك اند فورس، هبدا احركها ناحيه العدسه للامام وللخلف. تمام؟ ده لو الشيء بيتحرك انا ماسكاه. طب افرض يا مس الورده متثبتة على الأرض، طب أنا هعمل إيه وأنا عايزة ألاحظها بالعدسة؟ طب العدسة بتعمل إيه أصلا؟ الجلاس دي بتكبر لك، بتخليك تشوف اللاينز، مثلا الورقة بتكبر الشيء، ماجنيفاينج. فأنا عايزة يعني ألاحظ الفلاور، بس الوردة متثبتة على الأرض، متثبتة على الأرض. طب أنا هلاحظها إزاي؟ انت بتبدأ اول حاجة بتمسك الجلاس وكلوز تو اي. خلي بالك ان العدسة في كلا الاحوال انت بتقربها لعينك، ما ينفعش الجلاس تكون far from eye. لو قال لي far from eye هنقول له غلط، false. لازم الجلاس تكون close to eye. يبقى انا عندي الجلاس اهو، لازم اول حاجة اقربها لعيني. دي حاجة مهمة جدا، close to eye، اقربها لايه؟ لعيني. تمام كده؟ طيب لو قربتها العين. طب لو الشيء عندي موف، لو الفلاور دي بتتحرك، يعني إيه بتتحرك؟ يعني انا اوريدي ماسكاه في ايديا، هعمل ايه؟ هحرك الشيء. لو الشيء بيتحرك، لو الشيء في ايدي هحركه ناحية العدسة باك اند فورس. طيب لو الفلاور، الوردة مش بتتحرك، يعني متثبتة على الارض، المفروض اشدها اقطعها؟ لا، مش تقطعها ولا حاجة. ان انت هتعمل ايه؟ هتحرك انت اللي هتتحرك، يعني هتبدأ تحرك الفيس بتاعك.
وشك كده يتحرك ناحية العدسة باك اند فورث. يبقى لو الزهرة بتتحرك هتحرك الوردة نفسها للعدسة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا معايا في الصورة اهو. شوفوا يعني هنا الفلاور موجودة on your hand على ايدك، فهتبدأ تحرك الوردة قدام وورا باك اند فورث. انما لو الوردة على السويل موجودة على الارض هتبدأ تحرك وشك انت بقى، تبدأ تتحرك كده باك اند فورث، تحرك وشك لقدام ولورا. وفي كلا الاحوال هنا سؤال امتحان: hold the glass close to eye true. انما hold the glass far from eye، لو انا ثبت الجلاس بعيد عن العدسة، بعيد عن العدسة بعيد عن عيني، غلط. لو قال لي فار فولس، غلط. لا، لازم اقربها لعيني، امال انا هشوف ازاي عشان طبعا اقدر اشوف. طيب زي ما انتوا شايفين كده، هنا احنا مثلا بيقول لك لو انت بتلاحظ بلانت مثلا فلاور نبات، النبات بتبدأ تبص على اللاينز اللي فيه من خلال اللينسز. شوفوا مكبرة ازاي يا ولاد، بتشوف الحاجات الصغيرة الفيري سمول اللي انت ما تقدرش تشوفها بعينيك. مثلا لو انت بتشوف صورة انيمالز، بتبص مثلا على الهيرز او بتشوف الجوينت المفاصل بتاعته، شايفين مكبر ازاي الجوينت. فانت دي فايدة الماجنيفاينج جلاس، ان انت بتقدر تشوف see very tiny very small thing without that you can't see with naked eye. معايا؟ يبقى عرفنا الماجنيفاينج لينس وايه الاحتياطات بتاعتها. مهم جدا ان انت prevent from sun، تبعدها عن الشمس، ما ينفعش تقرب العدسة للصن عشان ما تحرقش عينك to prevent damage eye. الحاجة التانية ان انت hold glass، تثبت العدسة close to eye، تقربها لعينك، ما ينفعش تبعدها far from eye. تمام يا ولاد؟ جميل. هناخد بعد كده ده الخطوة اللي بعد ما تعمل observation. أنا دلوقتي عرفت يعني إيه living organism، نزلت الجاردن وبدأت ألاحظ فلاور أو بج خنفسة أو أي كائن، بدأت ألاحظه بالماجنيفاينج لينس وعرفت البريكويشنز. طيب إزاي بقى أكتب؟ ده مهم جدا. ريكورد كارد. how to write ريكورد كارد. ايه هو الريكورد كارد ده يا مس؟ الريكورد كارد ده يا ولاد هو آم، يعني وسيلة او ريكورد سجل، من خلاله انت بتقدر organize observation، تقدر تنظم الاوبزرفيشن بتاعتك، بتقدر تنظم الملاحظة. يعني انت بقى انت شفت ايه، انت بتبدأ تكتب في السجل ده اللي انت شفته، الحاجات اللي انت شفتها اللي انت لاحظتها. فده بينظم الاوبزرفيشن، بان انت مثلا ترسم دروينج، ترسم الوردة اللي انت شفتها، ترسم البج، او الحاجة التانية تكتب sentences جمل، يعني تعمل سكتش او سنتنس، دروينج اور سنتنس. تمام. فلو قال لك كارد او tool is used to organize observation with drawing، ده مهم جدا، سؤال مهم. ريكورد كارد اللي هو سجل. طيب السجل ده بنعمل فيه ايه؟ اول حاجة بتبدأ تكتب التوبيك. يعني انت مثلا بتلاحظ الدنج بيتل، الخنفسة مثلا، بتلاحظ الفلاور اكاشيا تري، شجرة. فانت بتكتب العنوان بتاعك، التوبيك اللي هو العنوان اللي انت بتلاحظه في الحديقة بتاعت المدرسة مثلا. طب بعد كده بتكتب الديت، التاريخ، انت النهاردة لاحظت كان امتى شفت الكلام ده، بتكتب الديت مثلا 21 ديسمبر وهكذا. يور نيم، اسمك، هنشوف دلوقتي التطبيق. يبقى انت بتكتب التوبيك، انت شفت ايه، الديت النهاردة ايه، النهاردة يوم كذا، النيم الاسم. وبتبدأ تكتب، ترسم الأول، ترسم البيتل الخنفسة اللي انت شفتها سكتش، ترسمها كده، او تكتب وبعد كده تكتب السنتنس الجمل بقى انت شفت ايه. يعني اكتب ايه يا مس مثلا؟ انت مثلا بصوا معايا كده، لو انا هنتخيل مع بعض ان احنا شفنا بيتلز زي الدونج بيتلز. ايه هي الدونج بيتلز دي؟ اسمها خنفساء الروث. الدونج بيتلز اللي هي الخنفسة بتاعت الروث.
الخنفسة دي من اسمها بتتغذى على الويستس بتاعت الانيمال، والخنفسة دي يا ولاد مهمة لان هي بتعمل كلين للانفايرمنت، حاجة مهمة جدا انها بتنظف البيئة من الفضلات بتاعت الحيوانات. هي بتتغذى على الفضلات دي، فبالتالي بتنظف البيئة وبتزود السويل فيرتيليتي، خصوبة التربة. تمام، اسمها دونج. دونج يعني روث، خنفساء الروث. طيب بصوا كده، انا كتبت التوبيك اهو، كتب التوبيك اهو، انا بلاحظ في الجاردن الدنج بيتل، فهبدأ اكتبها. بعد كده هكتب الديت، التاريخ، النهارده سبتمبر 2026. طيب هبدأ اكتب النيم، كنزي احمد جريد 4، تكتب اسمك وجريد 4. شوف عملت ايه، سكتش، رسمت دروينج اهو، رسمت الخنفسة اللي هي شايفاها. بعد كده بنكتب السنتنس، مهم جدا بقى توصف انت شفت ايه. انا مش قلت الليفنج اورجانيزم بتختلف في السايز، في الحجم؟ تمام، هي بتختلف في السايز، في الحجم، فهتكتب حجمها 2 سنتيمتر. الكالر بلاكش مثلا، رمادي، هتبدأ يبقى تكتب السايز، هتكتب الكالر، انت شفت لونها ايه، حجمها ايه، الشيب شكلها ايه، it is oval، هي شكلها بيضاوية with long legs، back legs، وعندها أرجل طويلة خلفية. طب يا مس انا عايزه افهم، هي الارجل الطويله الخلفيه دي ليه عندها لونج باك ليجز؟ معلومه برضو تبقى عارفها، هم سموها يا ولاد الدونج بيتلز لان هي بتبدا راوندد، بتبدا تجمع الدونج على شكل بول، هي بتجمع ال الروس اهو، بتجمعه على شكل كرة كده، وبمساعدة الليجز اللي ورا دي، الباك ليجز، الأرجل الخلفية دي بتبقى قوية، very strong، بتبقى قوية قوي، فبتقدر ت... 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 يعني تدحرجها كده عشان تتغذى على، يعني ده الويستس اهو، ده الدنج، ده الويستس بتاعت الحيوانات، وهي بتبدأ تدحرجها بالأرجل بتاعتها الخلفية عشان تبدأ تتغذى عليها هي وولادها. تمام، فعشان كده عندها لونج باك ليجز، عشان الأرجل دي فيري سترونج قوية، فبتبدأ تدحرج الدنج دي، الويستس دي، وتبدأ تتغذى عليها. طبعا شوفوا البليس، الهابيتت اللي احنا قلنا عليها مكانها فين، هي بتعيش اون ذا جراوند، على الارض، نير نايل ريفر، جنب نهر النيل. شوفوا، يبقى ده ريكورد بيرفكت، يعني ريكورد ممتاز جدا. انا اتكلمت على التوبيك، اتكلمت على الديت، التاريخ، النيم، اسمي، رسمت اللي انا شفته، بدأت اتكلم على السايز، الحجم، الكالر، الشيب، البليس او الهابيتت. دي مهمة جدا، لازم تتحفظ في اي ريكورد، لازم تعرف ان مهم جدا تتكلم على السايز، الحجم، الكالر، الشيب، اللوكيشن، المكان. وهنا بدأ يوصفها، شايفين؟ قال it rolled perfectly round ball of dung، يعني هي بتدحرج كرة الدنج، الويستس دي، الخنفسة دي بتبدأ تدحرج بشكل كويس جدا الدنج. طب بتدحرجها ازاي يا مس؟ ما انا قلت عندها لونج ليجز، ارجل ورا كده، عشان الارجل دي قويه، فتبدا تدحرج الدنج عشان تبدا تتغذى عليها اهو. اوف دنج باك جراوند، بتبدا تدحرجها للخلف while standing on its head، وبينما هي بقى ايه، بتبقى واقفه على دماغها، يعني هي بتقف على دماغها وبتبدا تدحرج الدنج دي باك جراوند للخلف بمساعده الارجل بتاعتها. بيقول لك ايه، I wonder، انا بتساءل، how they make it such perfect circle، ازاي هي بتقدر تعمل الكره المدوره دي. يعني شوفوا الجيرل دي كنزي بتسأل نفسها، بتقول ازاي البيتل دي بتبدأ تدحرج الكرة دي وبتعمل دايرة عاملة زي كرة القدم بالظبط. شايفين عاملة ازاي الكرة، ازاي بشكل ممتاز قوي بتبدأ تدحرجها وبتعمل بيرفكت سيركل. المعلومة دي برضو تبقوا انتوا عارفين، زي ما قلت هي بتبدأ تدحرجها بشكل ممتاز يا ولاد. ليه؟ على اساس ان عندها ليجز سترونج، قويه، الارجل بتاعتها قويه. الحاجه التانيه ان هي ستاند اون هيد، بتقف على راسها، فبتبدا تدحرجها بشكل ممتاز جدا. وبتساعدها الشمس، يعني هي بتستخدم الشمس كبوصله. تمام، فهنا انا عملت ريكورد ممتاز جدا. يبقى لو قال لي ال used to organize observation، اللي بينظم الاوبزرفيشن، انت نزلت الحديقة وبدأت تلاحظ مين اللي بينظم الاوبزرفيشن، الملاحظات بتاعتك، هي الدانج بيت، الريكورد.
اللي هو ريكورد كارد. ريكورد كارد لازم مهم جدا يبقى فيه توبيك، يبقى فيه موضوع، يبقى فيه تاريخ، يبقى فيه اسم، وابدأ اوصف السايز، الحجم، الكالر، الشيب، الشكل، اللوكيشن. تمام. تعالوا يا ولاد كده في الجزء الاخير في الليسن، تعالوا نشوف آه احنا فهمنا النهارده ايه، او نطبق الكلام. هنا بيقول لي both true or false with correction if needed. بيقول لك hold the glass far from the eye and look around. هل انت تمسك الجلاس بعيدا عن الاي؟ غلط، false طبعا. انا قلت الماجنيفاينج جلاس لازم تكون close to eye، تقربها من عينك، امال هتشوف ازاي؟ طيب نمبر 2، hold the glass close to eye and look to the sun. ينفع اقرب العدسة لعيني؟ ايوه طبعا، بس لوكد ات ذا صن وتبص للشمس؟ فولس. انا قلت لو انت قربت العدسه للشمس بريفنت دامج اي، هتعمل هتضر عينيك، هتحرق عينيك. لا ما ينفعش، يبقى الجمله دي غلط. انا قرب العدسه لعيني close to eye، مش فار، بس ما قربهاش للشمس. نمبر 3، when observe tree that can't move. لما الاحظ شجره ما بتتحركش، يعني الشجره متثبته على الارض. move your own face to focus. انت اللي بتبدأ تحرك الفيس بتاعك، الوجه بتاعك. ترو، صح طبعا. هي بيقول لك ايه؟ ان التري كانت موف، الشجرة ما بتتحركش. يعني كانت موف، طالما ما بتتحركش يبقى انت تحرك وشك، انما لو هي موف هتبدأ تحرك الشجرة. نمبر 4، look at the leaf. look at leaf in your hand. بص على الليف، الورقة اللي في ايدك. held the glass to the eye. ابدأ قرب العدسة لعينك and move the leaf back and forth. true. طب true ليه يا مس؟ ليه احرك الورقة للأمام والخلف؟ لأنه قال لك ايه؟ look at leaf in your hand. look، بص على الورقة اللي في ايدك. يعني اللي في ايدك يعني الورقة اوريدي بتتحرك، انت ماسكها في ايدك. طالما انا قلت الشيء بيتحرك يبقى هتحرك الورقة، هتحرك الشيء نفسه. انما لو الشيء ما بيتحركش، الشجرة ما بتتحركش، هتبدأ تحرك الفيس، الوجه بتاعك. تمام. لو الشجرة ما بتتحركش هتبدأ تحرك وشك، انما لو الورقة في ايدك معناها بتتحرك، انت ماسكها في ايدك يبقى اوريدي بتتحرك، يبقى انت هتبدأ تحرك الورقة باك اند فورس، للامام وللخلف. صح، ترو. تمام. نبص على السؤال ده برضو، بيقول لي طبعا بيقول لي what is the important to write on record card besides sketch. ايه المهم ان انت وانت بتعمل ريكورد كارد؟ اختار 3 correct answer. اختار 3 اجابات صح. الديت، التاريخ طبعا، مهم اكتب التاريخ. اللوكيشن طبعا، المكان اللي البيتلز او الفلاور فيه. وات يو ايت فور دينر يسترداي، اللي انت اكلته امبارح. انا يهمني ايه في الاكل اللي انا اكلته؟ انا بعمل scientific observation، يعني دي ملهاش علاقة. color، تبدأ توصف اللون والشيب، طبعا لازم نوصف الكالر والشيب. your favorite color and shape، تبدأ توصف لونك المفضل، ده ملوش علاقة. يبقى انت مهم تعرف الديت، مهم تعرف اللوكيشن، مهم تعرف الكالر اند شيب اوف ليفينج اورجانيزم. مهم يا جماعة تعرف انت وانت بتسجل ريكورد كارد، وانت بتعمل كارد، لازم تعرف الديت، النيم، اللوكيشن، السايز، الكالر، الشيب، وهكذا. تمام. كومبليت. بيقول لي البليس وير ليفينج اورجانيزمز ليف، المكان اللي الكائن بيعيش فيه طبعا اسمه هابيتات. المكان، انا قايله ده سؤال امتحان. help us observe small details، اللي بيخلينا نلاحظ الحاجات الصغيره اللي كانت بي seen with naked eye. طبعا مين؟ اكيد الماجنيفاينج جلاس، العدسه المكبره. جراس هوبر usually live near. الجراس هوبر بتعيش جنبي، انا لسه قايله السؤال ده بيجي في الامتحان. جراس ليه يا مس؟ عشان تدور على الاكل، فاكرين؟ to find food or to hide from enemies. يبقى دي نمبر 3. طيب مين is used to organize observation؟ لسه قايلاها، اللي بتنظم الobservation هي الريكورد كارد، اللي هو السجل، الكارد او السجل. تمام. ناخد اخر سؤال معانا في الجزئية. is used to organize قلناها. اخر سؤال معانا بيقول سؤال مهم جدا،
وبيجي كتير الأسئلة دي في الامتحانات which student، لأن السؤال ده بيعتمد على الأوبزرفيشن بتاعتك، أنت فاهم الدرس ولا لأ. الجزئية دي بيقول لي which student is making the best scientific observation. أي طالب عمل best، أفضل ملاحظة علمية. واحد بيقول إيه the flower is beautiful، واحد بيقول الزهرة جميلة، التاني بيقول the flower is my favorite، الزهرة دي هي المفضلة عندي. التالت بيقول إيه the flower has five pink petals and green leaves. طبعا مين أول واحد صح؟ واحد بيقول الزهرة جميلة. no. هل دي scientific observation؟ لا لا، ليه يا مس؟ لان ده بيرسونال اوبينيون، ده رايك الشخصي. انت ما تقول الورده جميله، هل هي واحد انت بتشوفها جميله، واحد تاني ممكن يشوفها نوت بيوتيفول، مش جميله. فده رايك الشخصي، فمش scientific observation. واحد بيقول لي الفلاور دي هي المفضله عندي، مجاز المفضله عندك بس مش المفضله عندي، يبقى ده مش scientific observation. طب التالت بيقول الفلاور has five pink petals، يعني عندها 5 بتلات. شوف وصف الفلاور، قال عندها 5 بتلات وعندها اوراق خضراء. ده انت وصفت كل حاجه، يبقى الاختيار الصح هو السي، لان ده اللي وصف. انا زي ما قلت لكم يا جماعه، الاوبزرفيشن علشان يكون صحيح لازم تدي وصف الكالر، تتكلم على النمبر بتاع البيتلز، تتكلم على الشيب، تتكلم الشكل السايز. لكن انت ما تقولش الفلاور جميله وتختارها، دي غلط، لان ده رايك. ممكن رأي حد تاني يقول لك الفلاور نوت بيوتيفول، مش هي الماي فيفوريت، وهكذا. اتمنى الجزء ده يكون اتفهم واستوعب. ده اول بارت في ليسون 1. ان شاء الله المرة القادمة بإذن الله نكمل بارت 2.